وصفة لذيذة وصحية لكنتاكي النباتي هنعملها النهاردة بطريقة صحية وكمان بدون زيت وبدون قلي وطعمها خطير. وهنعملها طبعا من غير فراخ او من غير صدور فراخ. هنعملها النهاردة بالقرنبيط، والقرنبيط طبعا ليه فوائد كتيرة جدا هنتكلم عليها برضو اثناء الفيديو. يلا نشوف الطريقة مع بعض، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو عجبكم الفيديو. انا هايدي مكرم، اخصائية تغذية علاجية، وبقدم لكم الاكل بطريقة صحية. اول حاجة هجهز عندي حلة، هسيب المية لغاية لما تغلي. بضيف معلقة صغيرة من الكمون، ممكن كمون ناعم او كمون حصى زي ما انتوا تحبوا. بضيف بقى عندي القرنبيط، زهر القرنبيط باخده كده وببتدي افصصه قطع متوسطة او قطع صغيرة على قد الجزء اللي هو ممكن تقدروا تحبوه، يعني صغير او كبير. انا فصصته قطع متوسطة وبديله سلقة حوالي 10 دقايق يغلي كده في المية لغاية ما يستوي. طبعا القرنبيط مليان بفوائد كتيرة جدا، لانه مفيد للكبد وكمان مضاد للالتهابات، وفي غني كمان بالفيتامين سي، وكمان مفيد جدا لصحة القلب، وغني بالالياف اللي بتساعد على خفض الكوليسترول، وبيحتوي كمان على البوتاسيوم، وده مهم جدا للناس اللي عندها ضغط. بعد ببتدي اجهز عندي السلق، واتسلق 10 دقايق. بجهز بقى خلطة جميلة جدا ورهيبة، ممكن نستخدم فيها دقيق الشوفان او اي دقيق انتوا تحبوه. ممكن تستخدموا برضو الدقيق الابيض، بس اللي عنده مشاكل من الدقيق الابيض بلاش نستخدم الدقيق الابيض، يستخدم ممكن الشوفان. ممكن نحط 3 معالق من الشوفان او اي نوع دقيق زي ما انا قلت لكم. وبعد كده بحط معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من البابريكا، وكمان معلقة صغيرة من الملح، وبزود مية لغاية ما عندي الخليط يكون سميك شوية كده زي بتاع الكيك بالظبط. ببتدي بقى انزل فيه القرنبيط بعد ما بيكون اتأكدت ان هو 10 دقايق كده واتسلق واستوى. ببتدي انزل عندي القرنبيط فيه وبطلعه وبحطه في اللي هو الذرة المجروش اللي هو بتاعت خلطة الكنتاكي، وموجودة عند العطار ومتوفرة. ودي بتبقى عبارة عن دقيق ذرة، يعني اللي عنده حساسية من الجلوتين ما يقلقش، مفهوش جلوتين. ببتدي احطها بقى عندي في الاير فراير، بتاخد حوالي 10 دقايق بالظبط وتكون استوت. وطبعا القرمشة خطيرة ومن بره وطرية من جوه وطعمها تحفة. هناكلها بقى كمان مهم جدا ان احنا ناكلها مع سلطة وكمان بروتين. وهنحط على السلطة دي حمص الشام. حمص الشام طبعا مليان بالبروتين النباتي والكالسيوم، وفي نسبة حلوة جدا في البروتين، فلازم الأكلة بتاعتنا تكون متكاملة ولازم فيها بروتين وفيها سلطات. هنستخدم هنا القرنبيط زي الرز مكان الرز، يعني مش هناكل معاها رز. بكده تكون عندنا وجبة متكاملة. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. انا هايدي مكرم، اخصائية تغذية علاجية، وبقدم لكم الاكل بطريقة صحية.